بعد صدور الحكم، أميرة بتعرف رودي إنها خسرت القضية، وبكده بتكون خسرت عرض ال2 مليون. وبتعرفها رودي إن كفاية إنها كانت مصدقاها وكملت معاها للآخر. وبتسألها أميرة لو كانت تعرف عمر، ولكن بتنكر رودي إنها قابلته شخصيا. وبنروح لولاء وبتسأل أميرة عن القضية، وبتعرفها إنهم خسروا القضية، ولكن ولاء بتعرفها إن المكسب بعد الاستئناف بيكون أحلى. وبتنجح ولاء إنها توصل لتسجيلات الفندق، وبتعرف أميرة إنه الفرقة طلعت لجناح الخميسي، وبعدها نزلت الفرقة وطلع فتحي السواق. في آخر الفيديو بنشوف رودي نازلة متبهدلة، وبترن أميرة على الدكتور وبيكون مبسوط جدا، وبيعرفها إنها تتعود على الخسارة قدامه، ولكن أميرة بتعرفه إنها هتعمل له مفاجأة، وبتقفل بعدها. وبنشوف يحيى ومعاه دبلة ماسكها في إيده، ولكن بنكتشف إن الدبلة موجود عليها اسم أميرة. الصبح بيجي تليفون لأميرة من عمر، وبيعرفها إنه محتاج يكلم الأولاد، ولكنها بتكذب عليه وبتعرفه إنهم راحوا المدرسة، وبتقفل لأنها اتأخرت على الشغل، وبيكون معاها اجتماع مهم جدا. ولما بتتأخر بيتصل عليها يحيى عشان يستعجلها، ودارين بتعرف يحيى إنه ما ينفعش نرن على كل محامي يتأخر عن الاجتماع، ولكنه بيعرفها إنها لو كانت رنت على رامز ما كانش هيتضايق. وبتوصل أميرة الشغل، ولكن قبل ما تدخل الاجتماع بتقابل وليد ابن صديقتها، وبيعرفها إنه واقع في مشكلة كبيرة، وبيطلع لها حشيش من جيبه، وبيعرفها إن الشرطة قبضت على صاحبه، وهو خايف جدا ومش عارف يعمل إيه، ولكن بتعرفه إنها هتتصرف. وبتسأل ولاء إنها تعرف لو كان اسم وليد مطلوب القبض عليه في قضية مخدرات ولا لأ. وبنروح لدارين وبتسأل أميرة مين شغال عند مين، وبتكلمها بعمق، وبتعرفها إنه مفيش حاجة أهم من الشغل. ولكن بيوصل يحيى وبيعرف من أميرة إن ابن صديقتها واقع في مشكلة ومحتاج مساعدتها، وبتطلب من يحيى إنها تسيب الشغل ساعتين. وبتوصل أميرة مع وليد لبيت صديقتها راوية، وبتعرفها إن وليد واقع في مشكلة، ولكن قبل ما تكمل كلامها بترن عليها ولاء وبتعرفها إن وليد فعلا مطلوب القبض عليه، ولكن في جريمة قتل مش مخدرات، واللي بتكون قتل حارس عقار. وقبل ما تخلص كلامها بتوصل الشرطة وبتنجح إنها تقبض على وليد. وبتوصل أميرة الاسم وبتسأل وليد، وبتعرفه إنه لازم يقول لها على كل حاجة، وبيعرفها إنه راح هو وصديقه بودة لشقة جيمي صديقهم التالت علشان يجيب المخدرات، ولكن جيمي ما كانش موجود ساعتها. وليد قرر يمشي، ولكن صديقه بودة قرر يكسر الباب علشان ياخد الحاجة ويمشوا. ولما نزلوا كان البواب موجود، وكانوا خايفين لحسن يشوف باب الشقة مكسور يفكرهم حرامية، فمشوا على طول. وبتوصل أميرة المكتب وبتعرف يحيى ودارين بالقضية وإنها لازم تمسكها لأن وليد ابن صديقتها راوية، وبتعتبره زي ابنها. ودارين بتعرفها إنه اللي هيمسك القضية معاها رامز، وبتكون أميرة مصدومة لأن القضية صعبة جدا. ويحيى بيعرفها إن هو معاها لو احتاجت أي حاجة تطلبها على طول. بالليل بتوصل أميرة البيت وبتعرف إن حماتها زعلانة، ولما بتدخل بتعرفها حماتها إنها كانت عند عمر وعرفت منه إنه طلب يكلم الأولاد الساعة 7 وكانوا لسه في البيت ما راحوش المدرسة، وإنه زي ما هم ولادها ما تنساش إنهم ولاد عمر. وبتكون أميرة رافضة إنه العيال يروحوا السجن لعمر. تاني يوم بتوصل أميرة ورامز للنيابة، وبيطلبوا من النيابة الإفراج عن وليد لأنه مفيش أي تهمة عليه لحد دلوقتي. ولكن النيابة بتعرفهم إن صديقه عبد الرحمن الشيرب بودة اعترف إن وليد هو اللي زق حارس العقار وقعه وقتله. وليد بيكون مصدوم وحلف إنه ما عملش حاجة، ولكن النيابة بترفض الإفراج عنه. بعدها بنروح لسيف محامي عمر وبيسأل أميرة عن تاريخ 25/3/2018، وبتعرفوا أميرة إن ده عيد جوازها من عمر. وبتعرف من سيف إن الوقت ده النيابة اتهمت بيه عمر اتهامات حصلت في اجتماع مكتب المحافظة، واليوم ده عمر بيكون في البيت مع أميرة وأولادهم. وبيطلب سيف من أميرة إنها تحاول تجيب أي حاجة تثبت وجود عمر اليوم ده في البيت معاه. وبالليل أميرة بتحاول توصل لدليل يثبت وجود عمر في البيت، وبتنجح إنها تلاقي الكاميرا وتخرج الكارت وبتشغله، وفعلا بيكون في فيديو ليها مع عمر والأولاد في اليوم ده. وقتها بيرن سيف يسأل لو وصلت لحاجة، وقبل ما تعرفه هي وصلت لإيه بتشوف خبر فضيحة عمر مع ست، وبترفض إنها تعرف سيف عن الفيديو اللي يثبت وجود عمر في البيت. والصبح أولاد عمر بيكونوا في المدرسة، وبتطلبهم مديرة المدرسة، ولما بيوصلوا بتكون جدتهم هناك وجات علشان تاخدهم لعمر. وفي نفس الوقت بنشوف رامز وأميرة وصلوا لمدرسة وليد اللي كانت مدرسة أولادها قبل كده، وكانوا رايحين المدرسة علشان يقابلوا جيمي بعد ما اعترف إنه شقته كانت مسروقة. وبيعرفوه إنه لازم يغير أقواله في المحكمة ويقول الحقيقة، وإيه اللي هيدخلوه في موضوع المخدرات اللي كانت في شقته واللي بيبيعها لوليد وبود. في نفس الوقت جدة الأولاد بتكون أخدتهم لعمر السجن، وبيكون في حد بيصور، ولكن هنعرف ده بعدين. بالليل بتكون أميرة والأولاد قاعدين بياكلوا، وبتحس أميرة إنهم مخبين عنها حاجة،
وبتعرف من حماتها إنها أخدت الأولاد وراحت لعمر. وبتتخانق أميرة وبتعرف حماتها إنها كانت رافضة فكرة إن الأولاد يروحوا السجن لعمر، وبتعرفها حماتها إنهم زي ما هم ولادها ما تنساش إن عمر أبوهم ومن حقه إنه يشوفه. وبتوصل راوية مامة وليد وبتكون معاها هدية لبنت أميرة، وبتقابلها أميرة وبتعرفها كل حاجة عن قضية وليد. والصبح بتوصل أميرة وحنفي لمكان الحادثة علشان يوصلوا لأي دليل يثبتوا بيه براءة وليد. وبتلاحظ أميرة وقتها وجود طفل عنده توحد، وبتسأل أميرة عن يوم الأربعاء 13 أكتوبر واللي بيكون عن خناقة كانت قدام البلكونة، وبيعرفها إنهم كانوا 3 بيتخانقوا. وبيتعرف الطفل على بودة. وبترجع أميرة المكتب وبتقابل رامز، وبتعرف من دليل إنها وافقت على خطة الدفاع بتاعة رامز واللي بتكون إنهم يجيبوا أخف حكم الوليد. وبتعرفهم أميرة إنها مش هي دي خطة الدفاع اللي اتفقت عليها مع رامز، وإنها لقيت شاهد يشهد في القضية بوجود عبد الرحمن شهير وبودة إنه كان موجود يوم الخناقة. فلما بتعرف دارين إنه طفل عنده 10 سنين بتنفعل عليها وبتقول لها أكيد بتهزري، وبتعرفها إنهم يمشوا على الخطة اللي وافقت عليها. بعدها بتروح أميرة ليحيى وبتعرفه اللي وصلت له، فبيكون متفق معاها إنها لازم تكمل. وتاني يوم في المحكمة بيترافع رامز عن وليد، وبتكون كل خطتهم إنهم يجيبوا تأجيل ويلعبوا على حتة تغيير أقوال الشهود ما بين الشرطة والنيابة. بعدها بتكمل أميرة مع الشاهد التاني جيمي واللي بيغير أقواله، وبيعرف المحكمة إن بودة ووليد ما كسروش باب شقته ومفيش حاجة اتسرقت منها. بعدها النيابة بتستجوب عبد الرحمن وبتسأله شاف جريمة القتل فين، وبيعرفهم إنه كان في الجنينة وشاف وليد وهو بيزق حارس العقار. وبتنتهي الجلسة الأولى وبتنجح أميرة في إبعاد تهمة السرقة عن وليد، وبيبقى فاضل معاها تهمة القتل. وبالليل بنشوف أميرة وهي بتلاحظ وجود هدية راوية لبنتها واللي بتكون حلقة ألماظ، ولكن بترجع أميرة رامية وبتعرف راوية وزوجها إنها مهتمة بقضية وليد لأنه يعتبر زي ابنها، وبتسيبهم وبتمشي. وبتروح هي وبنتها مكان الحادثة في الجنينة، ووقت ما بتصور المكان بتلاحظ حاجة غريبة جدا، إن راي الجنينة بيكون أوتوماتيك ورشاشات المية بتفتح لوحدها كل يوم الساعة 11، وده هيساعدها جدا في قضية وليد. تاني يوم في المحكمة رامز بيسأل عبد الرحمن عن يوم الحادثة، وبيعرفه إن طلع هو ووليد للشقة. ولما اتأخر جيمي نزل عبد الرحمن وكان منتظر وليد، ولكن سمع صوت زيطة فجري يستخبى في الجنينة، وكانت الساعة 11:30. وبيسأله رامز هدومك اتبلت ولا لأ، ولكن بيرد عليه عبد الرحمن وبيقول له لأ. وبيتكلم رامز وبيعرف المحكمة إنه الجنين اللي كان فيه عبد الرحمن بتشتغل بالرأي الأوتوماتيك من الساعة 11. وبتعرف المحكمة إنه الشاهد بيكذب عليه، وبتحكم ببراءة وليد. وبعد مكسب كل قضية بتكسبها أميرة بيبارك لها يحيى، وبيعرفها إنه قدامها قضية جديدة تمسكها. والقضية الجديدة بتكون لعمال في شركة بترول ماتوا في الشركة اللي شغالين فيها، وبيعرفها إن محامية الخصم جاية علشان تقابلهم للتفاوض. ولكن أميرة بيجيلها تليفون من مدرسة الأولاد، ولما بتوصل المدرسة بتعرفها المديرة خبر نزل لأولادها مع والدهم عمر في السجن. ومش كده وبس، المديرة بتعرفها كمان إنه زمايل الأولاد مسكوا ابنهم تريقة لحد ما اتعصب واتخانق معاه، وبيكون ابنها متبهدل خالص. وبترجع أميرة البيت وبتتخانق مع حماتها وبتعرفها كل حاجة حصلت بسبب إنها أخدت الأولاد لعمر السجن. وبتروح المكتب وبنشوف نجوى اللي بتكون محامية شاطرة، وهي اللي بتدافع عن شركة البترول واللي كانت زميلة ليحيى قبل كده، وهي اللي هتكون الخصم ليهم في القضية. وبتكون جاية المكتب وبتقدم عرض تعويض لأهالي الناس اللي حصلت لهم الحادثة، واللي بنعرف إن في 2 ماتوا وواحد مصاب في بيته. وبيكون التعويض 800 جنيه شهري لمدة 10 سنين، ولكن بيرفض يحيى وبيعرفها إن ده مبلغ غير آدمي بالمرة. وبتمشي نجوى وبيقابل يحيى وأميرة أهالي الناس اللي ماتت، وبيصعبوا جدا على أميرة. وبتمسك أميرة أوراق القضية وبتعرف إن الحل بيبدأ من عند العامل المصاب بعد ما الشركة مشيته وهو قاعد حاليا في بيته. بيوصل يحيى وأميرة لبيتها، ولكن حماتها بتشوفها وبتعرفها إنه ما ينفعش حد يوصلها متأخر كده. والصبح أميرة بتقابل سيف محامي عمر، وبيطلب منها إنها تشهد في المحكمة بأن عمر زوج مثالي ولسه علاقتهم مستمرة، وهيأكدوا ده بسجل زيارتها لعمر، وكمان تطلب زيارة زوجية. ولكن بترفض أميرة وبتسيبه وبتمشي. وبتروح أميرة لعم صالح اللي اتصاب في الشركة وقاعد في بيته، وبيعرفها إنه هيتكلم ولكن ما ينفعش تجيب اسمه في الموضوع. وبتعرف عن عم صالح إن مديرة HR هي اللي عملت المحضر ومضته عليه، وهي اللي عارفة كل حاجة. وبتوصل أميرة المكتب علشان تعرف يحيى كل حاجة وصلت ليها في القضية. وقبل ما تدخل عليه بتسمعه بيكلم واحدة في التليفون وبيقول لها وحشتني، وبيعرفها إنه هيجي بعد ما جوزها يسافر. وبتكون أميرة مصدومة جدا من اللي بتسمعه. من اللحظة دي بتتغير أميرة مع يحيى جدا، وبيشوفها يحيى ولما بيسألها عملت إيه بتعرفه إنها وصلت لعم صالح وعرفها إن الموضوع كله عند مديرة HR
في نفس الوقت بنشوف زياد ابن أميرة جايب صاحبته منة بحجة إنهم جايين يذاكروا في البيت، ولكن بنعرف إنهم بيهكروا حساب بنت علشان يشتغلوا الواد اللي ضرب زياد في المدرسة. وفي نفس الوقت بتوصل أميرة ولاء لإنجي مديرة HR، وبتعرفهم إنها مش معاها أي حاجة هتفيدهم ويقدروا يطلبوا أي حاجة محتاجينها من الشؤون القانونية. ولكن ولاء بتلاحظ إن في واحد اسمه أحمد وهدان بيرن على تليفون إنجي، فبتتوتر إنجي وبتقلب التليفون. بعدها بيدخل واحد بكل عشم وبيكلم إنجي، ولكنها مش بترد عليه، وده اللي بيخلي ولاء تشك على إنها على علاقة معاه. وبنروح للمكتب وبيعرف يحيى اللي حصل هناك، وبيخمن إنه ممكن يكون جوزها، ولكن بتعرف ولاء إنها دخلت على الفيسبوك بتاع إنجي وعرفت إن جوزها حد تاني خالص غير الشخص ده. ساعتها بقى بيمسكوا إنجي من إيديها اللي بتوجعها، وبتنجح ولاء إنها تصور إنجي مع عشاها، وبتقابل أميرة إنجي وبتهددها إنها لازم تقول كل حاجة. وبتعرف أميرة إن المعدات المستخدمة للحفر معدات قديمة وبايظة، وإن الشركة استوردت المعدات دي برخص التراب. بعدها بتقابل أميرة عمر وبتعرفه اللي طلبوا سيف منها، وبيعرفوا عمر إنه مطلبش كده، ولكن أميرة بتعرف عمر إنها موافقة على طلب زيارة زوجية. وبتعرفوا كمان إنها هتقابل سيف تديله دليل يثبت إن اليوم ده ما كانش في الاجتماع بتاع المحافظة، وإنه كان موجود في البيت. لو وصلت لحد هنا منساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.